السلام عليكم بنات، السلام عليكم صحاباتي وخواتاتي، كي دايرين احبابي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو كامله بالصحه والسلامه والرزق وباش ما تمنيتو. كي دايرين احباباتي؟ يا كلشي بخير. شكرا. بعدا بغيت نشكركم بالنسبه للبنات كاملين الصراحه اللي دخلوا معايا الجروب. شكرا لكم بزاف احبابات ديالي، شكرا بزاف على الدعم ديالكم ليا، شكرا على التشجيع ديالكم ومرحبا بكم البنات وشكرا بزاف بزاف على الكميه ديال الحب ديالكم ليا البنات صحاباتي، ولكم بالمثل. الله يجازيكم بخير. المهم البنات بلا ما نكثر عليكم ومرحبا بكم والشكر الصراحه الله قليل 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 في حقكم، واخا نبدا نشكر فيكم نهار كامل. شكرا بزاف احباباتي. ان شاء الله بغيت نبدا معكم اليوم، نقاد الكاميرا بعد احباباتي باش يبان لكم. بغيت نشارك معكم اليوم التقسيم اليومي اللي ماشي ساهل. بالنسبه للبنات كاينين اللي عندهم تقسيم مثلا الميزانيه ديال الشهر باغيين يقلبوها تحت الطلب ديالكم. عندي اليوم تقسيم ميزانيه 70 درهم تحت الطلب ديال البنات. قالوا لي كيفاش نقلبوها اليومي. بالنسبه لها واحد السيده طلبتني عليها. بالنسبه كاينين بزاف المصروف اليومي ولكن راه كياخذ الفلوس. بالنسبه للمصروف اليومي مثلا الخضره، انك تاخذي نص كيلو ديال الخضره اليوم وتاخذي نص كيلو غدا كياخذ الفلوس. وحاجه اخرى الحبابات ديالي فين كنبداو بالنسبه للتقسيم اليومي، كنبداو ملي في السيمانه مثلا كتسالي السيمانه الثالثه شهر كنبداو في السيمانه الرابعه. علاش كنبداو في السيمانه الرابعه؟ كيكون باقي عندك الركاني فيهم واحد شويه ديال الطحين مثلا شويه ديال الزيت. راكم عارفين راه ما يمكنش الركاني ديالنا في الدار كاملين يكونوا خاويين، راه ضروري كيكون عندنا واحد شويه باش كنديروا الديبان باش كنبداو. بنات كتقطع ليا والو مع السطوك حباباتي، والله العظيم خلع الله وصافي. المهم حبابات ديالي راه ما يمكنش الدار كامله تكون خاويه، ولكن ملي كنديروا التحدي الاسبوع الاول راه غيجيك صعيب، غتقولي اخمن زعما كاع هاد الاقتصاد صافي ما بقاش غنكمل فيه، اش داني لشي الاقتصاد. ولكن من بعد كتشوفي اهداف قدام عينيك وكتشوفك ما مزيراش، كتشوفك كيجيو مناسبات كتحسي بالطعم ديالهم. ما كيلقاكش انك كل عيد كتفكري الحوالين منين تجيبيه، ولا ان الضوول ما كيتجمع لك، ولا ان الكرا كيتجمع لك. الا مثلا كاين بزاف د الاخوات اللي قالت لك كيتجمع لهم الكرا، يعني بزاف د الحوايج يعني. ولا بدا حنا نتزيروا شويه، واخا الاسبوع الاول ماشي ساهل. ديما كنقول لكم البنات ماشي ساهل. بالنسبه للحبابات ديالي غديري الهري. بالنسبه كاينين المصروف اليومي كاينين ديال البنات من 30 درهم 40 درهم 50 درهم على حسب القد المستطاع. كاين الزوج اللي كيبيع ويشري، سواء كان عنده مثلا طوموبيل كيفرش بها كيدور بها، ولا بعشره ولو البيض ولو يعني عنده ديك المصروف اليومي كيعطيه للزوجه ديالو. هادشي اللي قسم الله، ولكن خصنا نخرجوا منه اهم حاجه كنخرجوا منه الاساس اللي كنقول لكم ديما البنات. واخا كنشدوا المصروف اليومي كاين البنات اللي ما كيشدوش الشهري. بالنسبه اللي عندهم الكرا ولا الطريطه ديال الدار ولا المدرسه مثلا ولا الضو والماء، هادو كيتحيدوا البنات. الاساسيات هما الاولين كنحيدهم، عاد كيبقى الباقي كنلعب به. كيفاش كنلعب بالباقي؟ كنشوف مثلا الخضار مثلا نهار كامل ندوزو بلا لحوم عنده ما يطرى، نسلق غير الخضيره ديالي ونصوتها بشويه الزيت البلديه ولا شويه الزبده والثومه الوليدات مثلا، وندير لهم الطنجره ديال العدس بالرابعه ولا نص كيلو. ها هما تغداو. وديك 20 درهم مثلا اللي غنجيب به مثلا هاد اللحم اللي غنجيب نهار واحد، ممكن نمشي نجيبها قرعه ديال الزيت غدوز ليا الاسبوع كامل. ممكن الحبيبه ديالي مثلا نعطيك غير اقتراح، ممكن كاين اللي كيدير 30 درهم 20 درهم 10 درهم الكفته. اللحم المهم اللحوم بصفه عامه في النهار ممكن نجلس ديك النهار كامل بلا اللحوم ونقضي باللي عندي في ثلاجتي وما نخسرهاش كاع. حتى ديك 70 درهم كامله ما نخسرهاش. ممكن نمشي نجيب بها حاجه وحده مثلا صابون ديال تيد الماكينه اللي غيضرب ليا مثلا على حسب الصابون باش كتصبني يقدر يضرب لك الشهر كامل. مثلا ديك نحاول ما امكن نخسر 20 درهم ونخلي 50 درهم مثلا نجيب بها حاجه وحده. مثلا نمشي نجيب جوج قوالب ديال السكر، 3 الباكيه ديال اتاي ديال 100 ريال ونحطهم في ستوك، راه غنسى اتاي والسكر شهر كامل. مثلا السميده لكم حبابي
حباباتي بالنسبه للسميده رقيقه، بالنسبه للسميده رقيقه كنعتمد عليها بزاف في البيضه. البيضه عرفتوا علاش رخيصه مقارنه يعني 5 درهم ولا 6 درهم الكيلو، راه ماشي بحال 11 درهم. يعني ملي كنقص هنا باش نقدر نزيد لهنا. وكاينين حوايج اخرين البنات اللي غنشارك معكم ان شاء الله اليوم، شي حوايج اللي كيديو الميزانيه بلا ما كنحسوا. اشنو كيدي؟ 2 دراهم البزار، 2 دراهم كمون، درهم التحميره. هادشي كيهلك تجيب بلا ما كتحسي. مثلا من ديك 70 درهم نهار واحد نمشي نجيب عند العطار الرابعه ديالها، ولا نطحنها على يديا كاع، نجيب كاع كمون للدار، نجيب الرابعه ديال الكمون نطحنها في الدار الا عندك غير ديك ديال مونينيكس راه كنطحن فيها. مثلا اليوم نجيب الرابعه د الكمون راه غتديني شهر كامل غنسى ديك الكمون. غدا ثاني نجيب الرابعه د البصل. مثلا ديك 20 درهم اللي غنجيب بها اليوم اللحم، ونجيب 20 درهم غدا. نمشي نجي ديك يومين غنضيباني باش ما عطا الله نشوف شنو عندي في ثلاجتي. شويه القطاني، عندي شويه الفرماج مثلا في ثلاجتي، الفرماج حمار حتى هو نجمع ليه بهاد من 70 درهم غنجمع ليه نشري كره اللوحه في الفريكو. بالنسبه لهاد الفرماج ديال البنات كيعتق بزاف، كنديرها كراطانه ديال البطاطا. شتو غير بطاطا ما فيهاش لاطات، غير بالخضره، ونرش عليهم شويه الفرماج حمر وندخلها للفران. ها هو الغدا ديال وليداتي بلا اللحوم كاع. ديك 20 درهم مثلا اللي غنجيب بها اللحم اليوم وغدا غنجيبها دجاجه وحده. ديك الدجاجه الا ما شريتش اليوم مثلا الا درت لوليداتي الخضيره، ولا اليوم ندير سميتو ندير طاجين بشويه ديال الكنور ونقص ليه مزيان، ولو غير الخضيره بلا اللحم كاع ما عنده ما يطرى. كاينين دوك الجنيحات ثاني ملي كنجمعوا مثلا هاد 40 درهم اليوم 20 درهم وغدا 20 درهم، راه كتعطينا الدجاجه. ديك الدجاجه راه تديك السيمانه حتى 10 ايام ديك الدجاجه كامله، ولكن غنقرضها طرافات. وكاينه ثاني غنشارك معكم، واقيلا نقلب لكم الكاميرا باش على حسب التقسيمه اللي درت للبنت، باش حيت دابا ما تفهموش علاش كنهضر. ها نتوما حباباتي، ها انت اختي الحبيبه غنقسم لك الميزانيه ديال 70 درهم في السيمانه في الاسبوع. بالنسبه للبنات هاد التقسيمه ديال الاسبوع، مثلا انا غنقول لك زعما الحانوت او الهري غتحاولي ما امكن الهري ماشي الحانوت. تجيبي مثلا غتبداي انت دابا غتشوفي اشنو اللي ما عندكش في الدار. انت دابا غتقلبي دار كتقولي اشنو اللي ما عنديش. مثلا كتشوفي انا بحال غير مثال بسيط، كانك بغيتي تبداي بالديبان ما عندك مثلا الا عندك الدقيق في الدار راه مزيان، غتنوضي بكري وتعجني الطرح ديال الخبز لوليداتك النهار كامل، والمهم يكون مشبع ديال الدار. ما عندكش غتجيبي كيلو ديال الفرش، جيبي انت غير العادي ديال 4 دراهم، ما تجيبيش ديال 5 دراهم. ممكن ثاني نعطيك بزاف ديال الاقتراحات ان شاء الله في هذا الفيديو. وممكن ثاني تجيبي نخاله، تجيبي غير نص كيلو. ها انت غتعجني الخبز اللي غيديك حتى الفطور ديال غدا، النهار كامل حتى الفطور ديال غدا. حيت العشيه غديري شي حاجه سميده، ديك السميده البيضه ديال 5 دراهم الكيلو غتجيبها نص كيلو، راه دير لك حريشه كامله زعما الكبيره. وغنجيب فرماج. وبالنسبه للكوفيتور صيبيه في الدار. بالنسبه للفرماج ممكن انت كالمبتدئه تجيبي غير 5 د الفرماج كل واحد وديالته، ولكن في حالات الا عندك مثلا هاد الطحين في الدار ما غتشريش، غتجمعي الفلوس ديال الطحين مثلا ولا ديال السميده، غتبداي تشري حاجه وحده. مثلا واخا هاد الاسبوع راه غتزيروا الاسبوع الاولى مزيان، ولكن من بعد غتولي معتمده على التوفير وغيعجبك الحال انت براسك. وبالنسبه للسميده البيضاء رخيصه، انا ناخذ اختي اللهم دير ناخذ هذيك ب5 دراهم، ناخذ كيلو كاع ب5 دراهم، ونص كيلو ب50 ريال ديري به الكوتي لوليداتك مع الفرماج وهذا وكوفيتور. وكاين ثاني نهار اللحوم. بالنسبه للهرا شنو اللي ما عندكش غتقيده شنو اللي ما عندكش. بالنسبه للعبار البنات عبروا بالعبار، لا الشعريه لا الروز. مثلا دايره لك هنا 6 دراهم ديال الشعريه نص كيلو او سنتير او اي شعريه اللي غديري العشاء، غتفكريها هو الخبز. بالنسبه لها هو الكاسكروت 5 دراهم السميده مع الفرماج وفرماج و5 د الفرماجات، ها هي 5 دراهم. غتفكري العشاء غتجيبي اما الروز اليوم مثلا هاد السيمانه مثلا اليوم شريتي الروز، غدا تشري الشعريه وانت بديك 6 دراهم. وديك مطيشه ما غنشريهاش ديال الحك حيت غنصيبها في الدار. باش غتصيبيها على القشور اللي كتحيدي المطيشه كل نهار، كنجمعهم في واحد الميكا في الفريكو. نهار واحد راه كاين الفيديو ديالو في القناه، نهار واحد كنصيب به المركز او مطيشه ديال الحك. ونهار البنات اللحم في النهار داير لك 20 درهم. انا نعطيك اقتراحات بساط بالنسبه لهاد 20 درهم. ممكن حبيبه ديالي
20 درهم. ممكن تجيبي 20 درهم ديال اللحم الراس، ديريها مثلا، نعطيك غير افكار بساط، مثلا ديريها ليهم مع الجلبانه ولا اللوبيا ولا الخضيره الموسميه وبطاطا. مثلا دير واحد المريقه غير بالسلاوي، موجود هاد الايام السلاوي بدرهم مع بطاطا والزيتون، مشبع للوليدات بديك 20 درهم على حسب 4 الافراد، 4 الاسر، 4 الناس، مزيانه ليهم 20 درهم. مثلا هاد 20 درهم نجيبها الجنيحات 300 ريال، كاينين الجنيحات البنات دايرين 25 درهم. داير لك كاع حبيبه ديالي 15 درهم ديال الجنيحات، غنفرشها في اللاطه. هاد 15 درهم ديال الجنيحات فيها نص كيلو، نص كيلو غنقسمها على مثلا على جوج. مثلا انت بغيتي طيبيها غير مره وحده، غتفرشي ليها بطاطا، غنفرش ليها بطاطا والبصله نديرها في الفران، كتجي مبنينه للوليدات. وباش غنعاون بالنسبه على حسب الشلاطه، على حسب الخضيره اللي عندي، وغتعاوني بالرز، حتى هو الرز والطونه البنات ميلو. بالنسبه للكابايلا دايره هاد الايام 5 دراهم، خديها واستغليها. بالنسبه ما بغيتيش انت تاخدي الجنيحات، غتاخدي العنقه ديال البيبي نص كيلو ب 15 درهم. باش هاد 5 دراهم اللي حيتي هنا غتزيديها مثلا في الزيتون، غتزيديها يعني خلي عليك الزيتون، غنزيدها في سميتو الوليدات العشيه الزبده، نجيب ولو 10 دراهم ديال الزبده ندوبها مع البطبوط لهذا مع براد ديالاتي. مثلا بزاف ديال الطرق. مثلا هاد النهار ديال 20 درهم ما غنشريش كاع هاد اللحم، غنمشي غنقضي بالخضيره بوحدها، ندير شي كراطه، ندير اللي عندي في الثلاجه، ما نشريش كاع. هاد 20 درهم غنخليها اليوم، مثلا غدا يقدر نشري ليهم، حيت ما يمكنش ما شريتيش ليهم اليوم وما تشريش غدا ما جاتش. يعني ها انت مثلا انا كنعطيك بعض الافكار، وانت حبيبه ديالي تعرفي اكثر مني. بالنسبه ل 20 درهم، هانتي 20 درهم مثلا اليوم ما خسرتهاش، غنخزنها، غنمشي نجيب بها ايطرو ديال الزيت. هاد ايطرو الزيت اللي غنجيب بها غيديني هاد الاسبوع كامل او 10 ايام. كنسى الزيت لوسيو، بحال انا دابا 3 لتر ما كاملاش كنستهلكها في الشهر كامل، ما كاملاش كاع. عبد مرات البنات جوجونس، عبد مرات 3 لتر الا درت كثرت المسمن، واخا راه كنعاون بمانغاري. وهنا الحبابات ديالي. وبالنسبه للكيك ديال الوليدات غتدخليها، غديري ليها معلقه ديال الزيت، مثلا غديري ليها الماء سخون، الماء سخون راه كيطلع الكيك احسن من الحليب، احسن من كلشي. وبالنسبه للحبابات ديالي هنا الخضار غديري 10 دراهم. ممكن انت دابا هاد 10 دراهم واخا انا دايره كاع 10 دراهم خلوطه، راه كتدي ميزانيه. وياك هاد 10 دراهم واخا درتها لك انت غتاخدي مثلا اليوم غناخد كيلو ديال البطاطا. ها انت حبيبه ديالي غدا غناخد مثلا، ولا الا لقيتي بطاطا رخيص، عبد المرات انا كيما قلت لك كناخذو ب2 دراهم، ناخد 2 كيلو ديال البطاطا. وراه غتنساي بطاطا السيمانه كامله. خدي بالميزان. وياك راه ديك خلوطه راه كتاكل فلوس. بصله ناخد كيلو كافيني السيمانه، مطيشه ناخد 2 كيلو. ولكن بالنسبه الى خديتي مثلا نهار واحد غتزير، بحال الا حيتي هاد اللوح مثلا وخديتي الخضره راه كتهني فيها اسبوع كامل. بالنسبه للحبابات ديالي الفواكه، علاش انا درت لك هنا الفواكه 5 دراهم؟ علاش درت لك هنا 5 دراهم ديال الفواكه؟ عرفتي علاش؟ حيت الليمون مثلا غناخد انا الديسير الموسمي لوليداتي. بالنسبه للخضيره، راه الخضيره عبد المرات كنهزو هنا الباربه، حتى الباربه دايره غير 2 دراهم هاد الايام. مثلا دخلي كيلو مثلا الحباباتي، هاد الليمون واخا 5 دراهم، مثلا انا قلت لك راه دايره 3 دراهم الكيلو، 4 دراهم على حسب. وليت دابا كنقول لكم على حسب كل منطقه. بالنسبه للحبابات ديالي تاخدي هاد كيلو د الليمون، ندير لهم به نص كيلو ياكلوه ماشي مشكل، نقيه لوليداتي، كنرشو بشويه د القرفه كيجي زوين. ونص كيلو واخا نحطو لهم في الشبيكه ياكلوه ملي كيتغداو. ولكن غيبقى ليا ديك نص كيلو اخرى ما غنضيعهاش، انا نمشي نصيب بها موركاز نحطو في الفريكو. علاش كنصيب به موركاز نحطو في الفريكو؟ الا عندي غير خيزو بوحدو كنسمو بهاد الليمون كيجي مبنين. الا عندي غير مثلا في هاد النهار اللي ما شريتش كيلو ديال الديسير كاع، على حسب ما شريتوش كاع، يعني غنديباني بخي ديك خيزو غنطحنو بهاد الموركاز. ممكن غنطحن مثلا باربا بهاد الموركاز نيت. ممكن ما شريتش كاع انا الليمون، غادي نشري مثلا نص كيلو ديال الحامض. نص كيلو ديال الحامض ب70 ريال راه مزيان، غيديك حتى لا تنسى العصير. وكاين ثاني واحد القضيه، على حسب السويلات نمشي نجيب على حسب الديسير، ما نحرمش وليداتي. الديسير الموسمي، الديسير اللي كلاوه، الا ما كلاوش الديسير اليوم ياكلوا العصير ديال الباربا ولا خيز ولا عصير ديال الحامض. وما كلاوش العصير
ياكلوا. المهم في الوجبه ديالهم خصني ندخل لهم شي حاجه، حيت الصيف هذا شي حاجه مغذيه وبارده في نفس الوقت للوليدات ولينا ضروري. هنا ممكن نجيب السويهله الموسمي اللي لقيتها نازله في السوق، دايره غير 2 دراهم ولا 4 دراهم على حسب. يعني درت لك هنا حاجه وحده. الديسير انت ما عندكش الميزانيتك ما تسمحش لك انك تاكلي جميع انواع الديسير في النهار واحد نحطهم في البلاطو في الطبله، ولكن مسموح لي كل نهار ناكل حاجه. بالنسبه حبيبه ديالي نرجع لك اللحم، ممكن تاخدي السرديل ناقص ونازل في السوق. تاخدي السرديل مثلا كيلو السرديل تعاوني به بالروز، البصله ديري ليه التشرميله ديالو. الكفيته تشهاو لوليداتك الكفيته ما تحرميهمش. بالنسبه للكفيته غديريها غتزيدي ليها الخضره باش تجي كثيره. كنزيد ليها الخضره كنزيد ليها الروز، ما كيعرفوش كاع الوليدات. كتزيدي لها واحد الثومه، البودره ديال الثومه والعطريه اللي كتبنن. بنات صحاباتي راه العطريه كتبنن ولو اللحم تكون قليله، راه العطريه راه كتبنن. واللي كتبنن ثاني انني كنرقد الدجاج مثلا ونخليه شحال ساعه المكانه، ولا عاد كنطيب الغدا ديالي ولا اللحم حتى هو راه كنرقد ونخليها في العطريه. راه كندير ولو ندير غير نص رابعه كيجي مبنين طويجين، وطويجين بالخضيره ثاني لوليداتي. حباباتي غتجي حباباتي تاني غنبدا لك مثلا بالفطور. الفطور شنو غديري؟ الفطور غديري بطبوط ما غدوبي فيه شويه ديال الزبده غتحاولي تاخدي هنا مثلا الا عندك الزيت متوفره. ما غناخدش الزيت، غنحاول ناخد ولو غير ربعه ديال الزبده. راه كتديك 10 ايام كامل كتنسى الزبده، حيت الزبده ما يمكنش. انا ميزانيتي محدوده، ممكن نحط بطبوط. كنطيب البطبوط ديالي ونسخنوا ليهم الوليداتي. كنطيبوا في العشيه حيت ما نشريش الخبز هو اللي كيدي الميزانيه. نسخنوا لوليداتي الصباح كنديرها انا نيت اختي اللي كنهضر معاك اختي الحبيبه. نسخن البطبوط ديالي نحط فوق منه شويه ديال الزبده وشويه ديال العسل، دوب او غير الزبده مع براد ديال اتاي. نمشي عليه على حسب. اليوم مثلا ماشي كل نهار اللي ميزانيتها محدوده او هذا ماشي مهم. اليوم عطيت مثلا ملي كندخل في الغداء العصير، ممكن يفطروا الوليداتي غير بهذا، يفطروا غير بالحليب ماشي يوميا الحليب. كاين ثاني ما عرفتش واش غتمشيو معايا في الراي ديالي، ديك النيدو كاين اقتصادي. مره نصيب لوليداتي الحليب باش ما نحرمهمش. ولكن ممكن ندير كما قلت لكم حباباتي البطبوط نسخنو ندير معاه الزبده ونحطو بوحدو. ما كايناش لا فرماج لا هادي حيت اليوم حطيت مثلا الزبده للكوتي، حطيت الزبده مازال اول الفطور كتحطي الزبده كما قلت لكم حباباتي مع براد ديالها تاي والبطبوط. انت غتحطي البطبوط فوق البطبوط. راكم عارفين البنات حادقين كاملين تبارك الله عليكم، جراد كنتبادلوا الافكار. وبالنسبه حباباتي غتحطي بطبوطه فوق بطبوطه، الزبده بيناتهم غدوبيها. وكاينه ثاني ممكن ثاني طيبي الحريشات. بالنسبه للكوتي غطيبي ديك الحريشه الكبيره في الماقله مع الكوفيتور والفرماج للوليدات. وبالنسبه ممكن ثاني تجيبي هنايا اختي تدخل اختي الحبيبه هنايا في سميتو ملي كنقصوا شي باش كنزيدوا شي. ممكن تجيبي كاوكاو كي كنت كنديروا الجلجلان غير 5 دراهم ديال الجلجلان الدان الخبز 4 ايام للوليدات. راه كاينين بزاف ديال الافكار. وبالنسبه لهنا الكوتي او الحريشه غديري حريشه كبيره او ديك حريشه صغار عزيزين على الوليدات، والفرماج والكوفيتور ولا ديك عملو على حسب اللي متوفر عندك. هذا هو الكوتلي ديال الوليدات. والمهم كيشبعوا، ماشي زعما كنضحكوا على الوليدات ولا هذا، ولكن كيشبعوا. كنغمضوا عينينا على شي حوايج باش يشبعوا الوليدات وما نتزيروش وما نحطوش الازواج ديالنا في الازمه. وهنا حبابات ديالي ما عرفت واش واضح لكم حيت كنصور. بالنسبه للحبابات ديالي العشاء عندنا الروز او الشعريه بالتشرميله بمطيشه. ممكن ديك الدجاجه اللي كنقول لكم خصنا نجيبوا البنات اللي بغات نسكريني ليها في صحاب الجروب نسكريني لكم هذا الجدول. وبالنسبه للحبابات ديالي قبلوا على خطي راه غير بالزربه البنات والله ما كان سالي والله العظيم ما خلى على الله وصافي. المهم حباباتي هنا بالنسبه للعشاء ممكن اليوم الا درت الروز. بالنسبه للعشاء انا كنحاول نقول لكم حيدوا هاد العشاوات، حيدوا الخبز نهائيا. بالنسبه للوليدات عزيز عليهم طاكوس نعجنها في الدار ونجيب ليها شويه ديال الكفيته، نعمر بطاطا نعاون بطاطا، نصيب لاصوص في الدار باش يتقام عليا رخيصه. ولكن اللي بغيتي البنات اللي الوليدات هما كياكلوش لا الروز لا الشعريه العشاء كيلقاو مشكل. وفعلا كيكون هاد المشاكل حيت ما تعودناهمش من صغرهم انهم اللي كاينين اللي عطا الله عطاها ياكلوها. ولكن باقي الحال الحبيبه ديالي انك تجيبي كره ديال الفرماج. كنجيبها من مارجان، كنجيبها مثلا هاد الشهر
يعني ما غنجيبها شهرين ولا 3 شهور كتبرعي وليداتك بيتزا. عرفتي راه رجعوا للفيديوهات القدامى البنات، بزاف ديال البيتزات انواع واشكال. لي بط ديال البيتزا ما تخطانيش، نكون جالسه شي عشيه ما تخطانيش نعجن البيتزا لوليداتي ونحطها نحطها في الفريكو. بالنسبه للعجينه ديال البيتزا نطايبها نسطيب نحطها في الفريكو. كنجبد الحبابات ديالي غير مطيشه، راه هاد الايام دا مطيشه دايره درهم، نزيد ليها ورق سيدنا موسى، نزيد ليها الزعتر، نزيد ليها باش تولي ليا بحال لاصوص اللي كنشروه بحال ديال برا، كتبقى فيها ديك الريحه كتكون قريبه. ولكن انا مثلا ما عنديش طون، واخا كنقول لكم صيبوا طون ميلو او كابايلا كيجي واعر. انت في حاله ما عندكش غتصيبي ليهم غير ديك مارغريتا او عزيزه على ولدي كنطيبها لولادي، كديري غير لاصوص ديال مطيشه في البيتزا وديك الفرماج حمر وشويه الزيتون كحل، واعره الوليدات نحطها ليهم مع عصير نطحن ليهم اي ديسير متوفر عندي، ولا غير الباربا والليمون، ولا غير مركزات اي عصير. البنات مثلا هاد الايام موجود الخوخ، ناخذ الخوخ كنصيب به واحد بانشي كيجي واعر بزاف البنات، غير بمركز الليمون. صحاباتي طفات ليا التليفون من الشارج حيت عندي جوج تليفونات، هزيت الاخرى لقيتها احسن كاع والله العظيم الا مزيانه في التصاور. بالنسبه للحبابات ديالي موجود الخوخ هاد الايام، ناخذ الخوخ مثلا نطيب خيزو، نسرق خيزو ندير به باناشي هو والخوخ، نسمو بالنسمه او المركزات اللي صيبت قبل، مثلا المركز ديال الحامض او ديال الليمون كيجي واحد باناشي البنات بارد. الوليدات دابا نشاركوا معكم بالنسبه للبنات اللي باغيين الفيديو ديال المركزات، راه كاين في الفيديو ديال رمضان فيه مركزات الاقتصاديين ديال الناس دراوش ولكن واعرين. هاد المركزات كنعاونوا بهم باش بالنسبه للناس اللي ما يمكنش نكونوا واقعيين، كل وجبه ناكلوا ديسير ولا كل وجبه راه ناكلها هاد مثلا كل وجبه الا تغدينا راه ما يمكنش. مره المركز، مره الخضيره، مره هاد المركزات غير كنطحنوا بهم خيزو، كنطحنوا بهم باربا. بالنسبه للخيزو يتسلق كاع وتزيدي ليه الخوخ، تزيدي ليه مثلا عرفتي كيجي بالمركز وكتجي ليه تزيدي ليه شويه ديال الثلج، مثلا حامض نزيد فيه النعناع. بزاف د الافكار حباباتي. وكاين ثاني هذا بالنسبه للوليدات اللي كيجيوني بزاف ديال هاد التساؤلات، الوليدات اللي ما كياكلوش اللي لقاو. بالنسبه اللي ما كياكلوش الشوربات في العشاء كتلقاي معاهم مشكل. بالنسبه لهذاك الفرماج البنات واعر، غتصبري غتاخديه مره واحده غيهنيك، هو اقتصادي، مجرد كنبننوا به البيتزات او طاكوس منزلي للوليدات، او المهم كنبننوا به او كراتان ديال غير بطاطا في الفران نرشوا بديك الفرماج. شاركت معكم انا بطاطا ديال درهم ديك صغيور كناخذو كنسلقو كنحك عليه شويه د الفرماج كيجي مبنين العشاء. كاين بزاف د الاقتراحات حيت كاينين الوليدات اللي ما كيبغيوش لي باطو هذا. اما بالنسبه اللي كيبغيو لي باط حسن كيجيو مزيانين، ولكن تحاولي تدخلي معاهم الخضيره، مثلا سباكيتي ندخل الخضيره طويله خيزو مسلو نحكو، مثلا الرز كذلك. وحاولوا ما امكن، راه الرز صحي لوليداتكم، الرز دخلوا عليهم مزيان راه صحي، خصوصا اللي عندهم الاطفال باقين في النمو صغار، الرز زوين ليهم كيساعدهم في النمو. وبالنسبه للحبابه ديالي عندك مثلا المجموع ديال النهار كامل عندك 60 درهم. ما بين هذا الشيء كامل جمعت لك 60 درهم، درت لك 10 درهم ديال الخضار، 5 درهم ديال الديسير ها هو كيبان لك، درت لك 20 درهم ديال اللحوم، اما دجاج اما اي حاجه اللي بغيتي. ديك 20 درهم هي اللي كتكون عندك في النهار ديال اللحوم، راه غاد 20 درهم غتمشي بها مخير. مثلا الا شريتي السردين غتشري حتى كيلو ونص كاع راه مزيانه ليك، ولا حتى 2 كيلو. ولكن النهار اللي غتشري السردين تلقايه ب 10 درهم كافي كيلو، هاد 10 اخرى غنشري بها الصابون ديال المواعن، مثلا غنشري بها الصابون باش كنغسلوا المواعنات. مثلا غنشري بها بوديزه ب 240 ديال جافيل. الا لقيت السردين ب 160 راه خصني نقص لهنا باش نزيد في الهري. وكاين ثاني الحبابات ديالي درت لك 5 درهم ديال السميده، 160 ريال ديال الطحين، درت لك الفرماج 5 درهم. رغم انك حسن تجيبي مثلا باكيه ديال الفرماج كتقام عليك اقتصادي، ولا كاين حتى هذاك ديال العبار ديال البنات، كاين اللي كيحسب ليه 40 درهم الطاسه، زوين فيه كيلو واعر حسن كاع. كتدخليه في الوجبات اخرين، كتدخليه مثلا في هاد الحريشات الصغار، كيكون الفرماج الداخل كيجيك والزيتون وغديري بهم كسكروت كاع الوليدات ولا يفطروا بهم.
بزاف د الافكار كتبقى لك الحبيبه ديالي ديك 10 درهم مثلا. 10 هاد 10 دراهم كتدخليها كل مره غتدخليها في حاجه كيما قلت لك. ممكن تجيبي العطريه، رابعه الكمون، رابعه التحميره، رابعه البزار. ممكن نجيبها جوج باكيات ديال اتاي ديال 5 دراهم غنساهم الشهر كامل، او 6 دراهم غنساهم الشهر كامل. يقدر تنسي اتاي. بزاف د الاقتراحات غتدخليهم في هاد 10 دراهم، يعني خصك تخسري غير 60 درهم. وهنا الحبابات ديالي الا جمعنا هاد مثلا كل اسبوع كنجمعوا هاد 10 دراهم كتعطينا مثلا 70 درهم، مثلا كتعطيك في الشهر 280 درهم. هاد 280 درهم انت هاد 10 دراهم حبيبه ديالي لا حقرتيها. هاد ما تقبلوا البنات على خطي، راه غير مع الزربه، ولكن اهم حاجه الشرح. الا ما كاينش الشرح راه ما كاينش الفيديو. هاد 10 دراهم حبيبه ديالي اللي غتشيطي هنا ضروري كنشيطها اليوم وغدا، وكتشيطها الاسبوع كامل هذاك 10 دراهم. وملي كنشيطوها كتعطينا 280 درهم. هاد 280 درهم ولو انك ما خصكش تخسري 70 درهم كامله. هاد 10 دراهم كنبداو بها ستوك. هاد 280 درهم عرفتي شنو غتجيب لك؟ غتجيب لك ستوك ديال اللي غيهنيك مثلا في الهري، غيهنيك شهر كامل، شهر كامل تقريبا غتهني ب 280 درهم. اشنو غيكون فيه؟ غيكون فيه بوديزات الزيت مثلا، غيكون فيه الزيت، غيكون فيه داكشي اللي كيدي الفلوس، غيكون فيه التيد، غيكون فيه شي حوايج. تقبلوا عليا حباباتي، راه غير شاده التليفون بيد وحده وكنصور بيد وحده. اشنو كيكون فيه؟ كيكون فيه داكشي الاساسيات. ولكن الا خسرت انا هاد 70 درهم كامله في الشهر، الا في كل نهار كنخسر 70 درهم، يعني خصني ما غاديش غندور غتلقاني في الشهر ثاني ما عنديش ستوك، وما عنديش باش نبدا، وما عنديش باش نجيب هاد البوطه مثلا، ما عنديش باش نجيب خنشه 25 كيلو نصها الشهر كامل، نحيد عليا هاد الهري. راه غير الاسبوع الاول اللي صعيب، موراها غتقولي الحمد لله. راه من والو، راه من 5 دراهم كنديرو. موراها مثلا تجيبي الرولو د الفرماج كامل، قلت لكم كنجيبو على قد المستطاع. ما يمكنش انا نمشي لافاش كيرو ولا هذا، غنمشي نجيب ماركات اخرين. المهم اللي مزيان وعلى قد المستطاع. بالنسبه للزيت كنمشي للانواع، راه فيه انواع. بالنسبه للبنات اللي سولوا لي في ديك راويه، راه كنجيبها من بما البنات ب 32 درهم. علاش كنجيبها؟ راه كنت كنجيب 5 لتر وحسن 5 لتر اقتصاديه تدي ليا شهرين، ولكن كنطحن بها املوا البنات، وكنطحن بها حباباتي املوا، وكنطحن بها داكشي ديال زريعه الكتان مثلا، اللوز، كاوكاو. كتجي خفيفه، كنعاون به واحد شويه، ماشي نقول لك راه كيجي 100%. مثلا انا دابا دايره نص كيلو ديال الكاوكاو، يقدر ندير ليه غير كاس ديال ديك الزيت ويلور، كتجي خفيفه. ويلور كيتقام عليا غالي. حنا كالمقتصدات ضروري نقلبوا على شي حاجه اللي ناقصه في الثمن. بالنسبه لهذاك راويه كتجيني خفيفه، كتجي بنينه بزاف. كلاو عندي الناس ديال جلجلان وكاوكاو يصحابهم اللوز، يصحابهم المذاق ديالو، يصحابهم اللوز ولا بارغان اللي داير 5000 لترو. يعني غير من المطبخ ديالك حبيبه ديالي، راه كاين شويه ديال الزيار، كاين شويه تخدمي دماغك، ولكن كتخرجي بالنتيجه، كتخرجي بالاهداف. ما كتخليش كريديات موراك، كتحققي بزاف ديال الاهداف ديالك. وبالنسبه للحبابات ديالي، نتمنى من الله يكون هذا الجدول خفيف ظريف على قلبكم. وبسلام عليكم حباباتي. خليت لكم الراحه الى الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش ليا واحد اللايك كالعاده وتعليق زوين بحالكم. الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم. وشكرا لكم بزاف حباباتي، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.